يا صباح السعادة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في صباح يوم جديد سعيد مليان بالخير واليمن والبركات، اتمنى السعادة والتوفيق لكل اللي بيشاهدوني. النهاردة هنبدأ مع بعض روتين الشتوي، بما ان خلاص فصل الصيف انتهى. فصل خفيف كده وظريف، بصراحة انا من النوع اللي بيحب او بيفضل فصل الصيف اكتر. مفيش بهدلة وسقعة وبرد كده، ويمكن من اصعب اللحظات اللي الواحد بيعيشها هي فترة الصحيان الصبح في البرد، وخاصة بقى لو في المدارس وصحيان بدري ومروح دروس ومدارس وبهدلة، والعيال بتيجي يعني كل الأمهات بصراحة بتشتكي أو بتعاني من الموضوع ده. فنبدأ مع بعض كده الروتين الشتوي بتاعنا، بما اني انا دايما بصراحة بحب ابدأ في تنظيف الشقة بأوضة الولاد. بحب ابدأ بيها الاول لسبب. طبعا في طول فترة الصيف بيكون التلفزيون محطوط في الصالة، لكن في فصل الشتاء طبعا بما ان الجو بيكون برد وعايزين تدفئة يعني وقعدة، يعني هو بصراحة في الشتاء ده متهيألي كل الناس مش بتحب تقوم من على السرير، عايزين دايما نفضل قاعدين على السرير متغطين تحت البطاطين. فأنا بصراحة بفضل ان انا بدخل التلفزيون جوه علشان نقعد كده على السراير وبنتغطى بالبطاطين وكده. فبحب ان انا ابدا باوضه الولاد الاول انضفها عشان ادخل التلفزيون من الصاله وادخله في الاوضه. زي ما انتم شايفين كده بمسح بقى الدواليب والسراير، لكن بصراحه انا مش بمسح، يعني مش بشيل تحت السرير غير هي كل سنه مره او مرتين بس. وبما ان كده كده قريب كنت عامله تنظيف وكده، فشلت المرتبه وكنت منضفه تحت السرير، فمش هشيل تحت السراير خالص في الروتين بتاع النهارده. هبدأ بقى ان انا انضف الكومودينات عندي برضو هنا في الأوضة بقى، عشان مساحة الشقة بتاعتي صغيرة، فتلاقي بصراحة كل مكان عندي في الشقة بيكون مزحوم، يعني زحمة رهيبة. فتلاقي بصراحة كل حاجة كده مليانة. طبعا مش هننسى طبعا الباب بنمر عليه مرة الكرام كده، بعد بقى ما بمسح كل حاجة وبنضف السراير، وطبعا بطلع السجاد والفرشة كلها على سور البلكونة. هتشوفوا معايا دلوقتي في الأوضة الكبيرة. فببدأ بقى آخر حاجة بعملها بكنس الأرضيات وبشد، لو مثلا أنا عندي هنا في الأوضة حاطة برضو الغسالة اللي هي البيبي كده الصغيرة، هي مش صغيرة قوي، هي 5 كيلو. وكمان علشان اوضه النوم والأوضة الكبيرة الصغيرة ده الكوميدينو اللي موجود ده اصلا بتاع الأوضة الكبيرة، فانا جبته هنا علشان هناك ما فيش مساحة، كنت حاطاه بزاوية كده، فقلت هنا افضل. طبعا ده التلفزيون كده موجود هنا في الصالة، فانا هشيله كده من الصالة وهدخله في الأوضة في المكان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، مكان الغسالة بالظبط كده. جبت الغسالة على جنب شوية وحطيت التلفزيون هنا، بيكون افضل يعني انسب مكان ليه. طبعا بعد بقى ما جريت كده الكوميدينو بتاع ان انا حاطه عليه التلفزيون او الشوفينيره، هبدأ اخر حاجة خالص بحيث ان انا يعني يكون مش هدخل بقى كتير، بمسح الارضية. هنا بقى كانت الفرشة، كنت رايحة انضف الأوضة الكبيرة، طلعت البطاطين وطلعت السجاد يتشمس، على ما بكون بخلص تنظيف يكون السجاد اتشمس. زي ما شفتوا الكلين اللي كان مفروش ده طبعا طول الصيف بكون فرشاه. هنا الشباك عليه لو تلاحظوا عليه مكان ريش العصافير، في فيديو قبل كده عملته هسيب لكم ان شاء الله لو افتكرت اللينك بتاعه في صندوق الوصف. عشان العصافير كانت محطوطة في البلكونة، فعايز اقولك ان الشباك كله كان مليان ريش وحاجات كده من العصافير. فببدأ ان انا انضف الشبابيك الاول عشان كل التراب اللي بينزل ينزل على الارضية الاول، العفش ما يتبهدلش او السرير ما يتبهدلش وكده. وبعد كده ببدأ انضف بقى الكوموديونات والسراحة والحاجات دي كلها. بشيل الحاجات الاول اللي موجوده على السراح، بمسحها الاول وبركنها على اي جنب، وبعدين بقطعه من القماش ببدا امسح مرتين. اول مره بتكون قطعه القماشه مبلله بشويه ميه، وبعد كده بجيب قطعه ناشفه واكمل بيها تاني، وهكذا بعمل مع الدواليب. بشيل بقى لو مثلا التسريحه محطوطه كومودينو صغير او اي حاجه، ببدا ان انا اشيلها واكنس تحت منها الاول. طبعا اللي هنا ده الكومودينو التاني، في برضو الكومودينو التاني انا دخلته الاوضه اللي هناك اللي انتوا شفتوه معايا، وده الكومودينو اللي هو المفروض في كل اوضه بيكون 2 كومودينو. بعد ما كنست بقى بمسح برضو نفس الطريقه، وبسيب بقى فرشه السراير اخر حاجه.
زي ما انتم شايفين طلعت المفرش القطيفة، انا عندي هنا عندي 2، فببدل ما بينهم ومع الدفايات طبعا. حطيت المشاية اللي انا كنت فرشاها اصلا في الاوضه جنب السرير كده، وفرشت السجاده. ده الفيو كده من الشباك، يعني اكتر مكان بحبه في الشقه الاوضه دي، الاوضه الكبيره لانها بتطل على الارض والجناين كده، بصراحه بحبها جدا. هنا دي فرشه الصاله برضو، كل اوضه باوضه كده بقى ايه بطلعها في البلكونه بحس الشمس على ما اخلص. ده كان النظام كده، او كان الروتين في الصيف قصدي. فطبعا الشتاء بقى عكس تماما، بيبقى سجاد وكفر وحاجات من كده. هنا دي بقى في الصالة من نظام مخدات كده او شولت، مش عارفة انتوا بتسموها، او قعد عربي، في ناس بتقول عليها قعد عربي. فبنقعد عليها في طول فترة الصيف، فببدأ برضو ان انا اشيلها وبشمسها شوية كده في الشمس، على برضو ما بخلص تنظيف ببدأ ان انا اعملها تاني. هنا بقى لقيت بورس معرفش دخل ازاي يا جماعة. انا طبعا جبت له الشبشب وظبطته يعني، بس حذفت الحتة دي علشان قلت ايه لو ناس بتخاف ولا حاجة. الانتريه، عندي هنا الانتريه مفتوح كده على الصالة بينهم وبين بعض ارش. عشان انضف الانتريه كويس بسحبه كله بره في الصالة، زي ما انتوا شايفين كده انا في المكان ده كده انا سحبته في الصالة خارج المكان بتاعه خالص، وببدأ ان انا انفضه كويس قوي كده بفوطة، لان هو طالع على شباك على السطح اللي جنبنا فعليه طيور وكده، فبتلاقيه متطرب ومتبهدل احلى بهدله. بعد كده بقى ببدأ بالكنيس، وزي ما قلت لكم الشقة بتاعتي صغيرة، كل مكان في الشقة وكل ركن بجد مسحوم جدا جدا. انا هنا كنت نسيت اعمل الشباك، انا متعودة دايما في اي مكان بنضفه لازم انضف الشبابيك الاول عشان التراب وكده ما تبهدلش الدنيا. فرجعت تاني نضفت الشباك الالمونتان كده بالفرشة، وبدأت ان انا اكنس علشان مش عايز يعني اسيطر على الموقف. ده السطح اللي انا بقول لكم عليه. برضو السلك، طبعا الشباك الالمونتان بيكون فيه ضلفة سلك، شايفينه كمية التراب اللي طالعة منه، فبمسك برضو الفرشة كده وببدأ ان انا انضف السلك. بعد كده بقى كملت كنيس. نرجع بقى للحته اللي انا قطعت عندها، ان انا كل مكان في الشقه هنا بيكون مسحوم. الحاجه دي وانا بمسحها كده زعلت، خدت على خاطرها واتعوجت. النيش حطاه، النيش بتاعي حطاه برضو هنا في الانتريه. عايز اقولك انه طبعا مسحوم جدا جدا، لكن مفيش مكان غير كده، ما لهوش مكان خالص في الشقه. الاول خالص اول ما اتجوزت كان النيش ده محطوط في الصاله، طبعا ده النيش بتاعي المتواضع كان محطوط الاول في الصاله. لكن انا بقى لما جيت اصمم القعد او الركنه الصغيره اللي في الصاله دي، فحبيت ان انا ادخله في الانتريه. زي ما انتوا شايفين كده زحمه زحمه يعني. وده الانتريه بتاعي كده المتواضع. بعد ما خلصت بقى التنظيفات بتاعتي بدأت ان انا ادخله تاني ورصيته وفرشت السجادة. في الصيف مش بيبقى موجود فيه سجاد ولا حاجة، هي دوب قطعة كده مشاية صغيرة. ده الأرج بقى اللي بين الانتريه والايه والصالة، برضو معمول أرفف ازاز كده، بمسح كل الحاجات اللي فيه واحطها على جنب، وابدأ امسح الأرفف زي ما انتوا شايفين كده. طبعا شوية حاجات متواضعة كده بسيطة، صور وحاجات يعني مش كريستالات ولا تكلفة، يعني حاجة ايه على القد كده. ده طبعا الدي فريزر، قبل كده عملت معاكم يعني حلقة كاملة على الديب فريزر، محطوط برضو للأسف في الصالة. لكن بقى العظمة عند المطبخ، يا سلام على المطبخ بتاعي ده، انا هعمل لكم حلقة على المطبخ ده لوحده. المطبخ يعني عايز اقولك ان انا لما في اصلا عيالي لما بدخل اعمل حاجة وخاصة بصور، اول ما الاقي العيال داخله اجي مصوتة، صغير بطريقة غير عادية. اعتقد ان مفيش على الكوكب مطبخ زي المطبخ بتاعي، وكمان بقى مزحوم يعني صغير ومزحوم. فتلاقي بقى ان الشقة كلها مزحومة، فاضطريت طبعا مفيش مكان نهائي في المطبخ، لان انا حاطه اصلا التلاجة كمان في المطبخ، مع ان هو بصراحه ما ينفعش ان في اي حاجه تخش المطبخ لانه صغير قوي. لكن حبيت ان ايه يعني ان انا افوق الشقه شويه. فحطيت الفريزر هنا في ركن كده بالرغم ان هو الارج اللي ورا ده يعني لاغي نصه، يعتبر نصه متداري من ورا الفريزر، لكن ملهوش مكان غير كده. ممكن احطه في اوضه الاطفال على فكره، حد قبل كده اقترح عليا الموضوع ده. ده الشباك ده كده اللي فاتح بقى على المطبخ، وراه هنا لو تلاحظوا المطبخ موجود ورا الشباك ده. في حد قبل كده اقترح عليا ان انا احط الفريزر في اوضه الولاد،
بس أنا بصراحة باخاف جدًا، جدًا إن أنا أحُط أي حاجة كهربا في أوضة الولاد، خاصةً لو كانت هتشتغل يعني هتفضل شغّالة طول الليل، باحس إن ممكن تحصل دربكة أو أي حاجة، وفعلًا قبل كده في ناس كتيرة لا قدّر الله يعني ربنا يعافينا ويعافي كل الناس، ساعات بيحصل مَس كهربي بتاع، فأنا باقلق أوي، يعني باخاف إن أنا أحُط حاجة شغّالة جنبهم، فما باحُطش بصراحة أي حاجة كهربا قدّامهم عندهم في أوضتهم. المهم بقى شِلت كل حاجة في الصالة وكنست، نضّفت الصور والبراويز اللي موجودة على الحيطة عبارة كده عن مناظر طبيعية وآيات قرآنية، وكنست وهابدأ بقى بالفرش زي ما أنتم شايفين كده، وكده الروتين بتاعي الشتوي complete. مش عارفة بقى كل بيت وكل أسرة بيكون لها نظام معيّن. أنا هنا عشان بهدلت الولاد وكده في الصالة جِبت cover للصالة حاطاه، وناوية إن شاء الله إن أنا أفرش كل الشقة كفرات كمان. بصراحة الcover يا جماعة بيسهّل كتير أوي في التنضيف، لمّا يُقع عليه أي حاجة أو يتبهدل بتشيليه وتغسليه في الغسالة الأوتوماتيك على عكس السجادة، وبالذات إن في فصل الشتا ما ينفعش طبعًا إن إحنا نشيل السجاد ونغسله. وكده خلاص الروتين بتاعي الشتوي انتهى. أتمنى إن هو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. هاسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.